السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. عاملين ايه كده في الصيام؟ ايه اخباركم؟ الروتين ده متصور قبل رمضان بيومين، او بيومين. فقلت بقى ايه، بنضف التنظيفة الأسبوعية. أنا أصلا ما نضفتش أي حاجة، بس كل اللي أنا عملته اللي أنا شلت السجادة بتاعة الصالون بطنتها و... وبتاعة السفرة، وفرشت الحافظات. يعني ان انا اسهل على نفسي، لان السجاد وكده بيبقى تقيل بقى وفرهده وكده. فقلت بس ان انا هبطنهم وشمستهم، وقلت يا اما افرشهم على ايدي، يا اما برضو يعني اما خلاص كده ما عدتش فرشاهم، وابدا بقى افرش اللي هو الحافظات بتاعتي. انا بفرش الحافظات على يعني ايه، على دخول الصيف وكده. لو حسيت ان على دخول العيد باذن الله باذن الله غير ما اقطع، يعني الجو لسه برد كده، هفرشهم تاني. لو حسيت ان الجو لا بقى كويس وكده، هفرش بقى الحفاظات بتاعتي، اللي هي بديل السجادة. هي اصلا كأنها سجادة، بتبقى احسن واخف بالنسبة لي من السجاد. السجاد بيبقى تقيل وناشف، ما بعرفش ان انا اقعد كل شوية اشيل ولما تحتيه واحطه كده. فالروتين ده بقى كنت بغير فيه الفرشات بتاعة السراير. اغسلهم بقى. وكنت قبلها بيوم بقى شلت ولمعت وفرشت الحفاظات، لمعت البوتاجاز ايه لمعت السفرة، الازاز. يعني لمعت الازاز بس ما لمعتش النجف. المرة دي كان عندي شوية هدوم كده، قلت ان انا اطبقهم بالمرة. كان شوية هدوم صغيرين يعني مش كتير. قلت انا اطبقهم قبل ما ارتب السرير، لان انا بسيبهم بقى باجي في الاخر يا بابا مش عايزه اعمل. حسيت ان انا خلاص هبطت، ان قعدت كسلت. فبيقعدوا يعني ايه، يتحمسوا على السرير لحد ما اخواتهم يجوا عليهم، انت تحسيها هرم هرم. قلت لا خلاص بقى، نشاط بنشاط. اطبقهم، يعني مش مستاهلين حاجه بسيطه خالص. كانت دايما بجيب قبل ما اطبق الهدوم، بشوف بقى اللي هي الهدوم الخروج، اقوم شايلها كده على جنب، عشان هي كده كده هتتعلق، عشان ما تعملش مكان كده ودوشه في الفاضي. فرشت بقى السراير، واخدت الفراشات بتاعتهم وحطيتها في الغساله. انا عندي مفيش ميه طول النهار. مش عارفه لعل المناخير في مش عارفه، بقى لها فتره كده ما عنديش ميه طول النهار. لو جيت بتيجي حبة صغننين قوي وتروح، حبة صغننين وتروح كده. فمش عارفة يعني هي عندنا المشكلة في ايه. فما بعرفش اغسل اي حاجة او اعمل اي حاجة غير بيكون بالليل. بقيت شبه طائر الخفاش، بتخفش بالليل، بعمل كل حاجتي بالليل. ما بسيط قوي لو عملت حاجة بالنهار، حتى الاكل وكده آه ما ببقاش عارفه ان انا اعمله. جبت شويه خلطات كانت ناقصاني، ما عنديش من زمان الحاجات دي. وقلت لا خلاص بقى نلعب بقى كده على نفسنا على رمضان. الخلطات الحاجات دي بصراحه غليت، فما بقتش ان انا اجيبها زي الاول. كان كل ما تخلص من عندي على طول اجيبها، فبقى لي فتره طويله ما جبتهاش. فقلت بقى ايه، اجيبها بقى نحتفل بدخول رمضان. جبت خلطة الكبدة وخلطة البشاميل. دول الحاجات المميزة اللي انا بحبها يعني في الخلطات. خلطة برضو الرز البسمتي وخلطة الكفتة. بصراحة الخلطات دي جميلة وتحفة يعني، وكان عليها عروض، وده اللي خلاني ان انا اجيبها يعني. كان عليها عروض سعرها نازل شوية عن السعر الاصلي. فده بقى شجعني ان انا اجيبها. جبت كمان المنظفات دي، جبت ده المنظف اللي هو بتاع المفروشات والستاير. هينفعني طبعا. انا بعمل بيه كمان السجاد. كنت بجيب بتاع السجاد لوحده، ده لوحده لا، انا عايزه بس حاجه تخلي الحاجه ريحتها حلوه، فجبت كله مره واحده يعني. وجبت اللي انا وريته لكم الاول ده بتاع البوتاجازات قصدي. والفران والحاجات دي بصراحه رهيب في البوتاجازات. والباور بقى اللي هو العادي يعني، بتاع مزيل الدهون. دول الحاجات الرئيسيه اللي انا بحب ان انا اجيبها يعني. الحاجات دي جات لي هديه بصراحه، هديه تحفه تحفه تحفه. دي شبه حمل كده، وده المبخرة اللي هي رسمة الكعبة. كان نفسي فيها قوي، ما عنديش يعني مباخر. فدي شكلها حلو وانا بحبها قوي. كنت حابة شكلها، وكنت نفسي ان انا اجيبها، بس بكسل يجي حاجة كده. فالحمد لله جيت لي هدية. والميدالية القمر دي، ودي برضو ميدالية تانية. وكمان البوكس العسل ده، هو بوكس كده يعني شبه ورق مقوى شوية، مكتوب عليه رمضان كريم والفيونكة دي. وفي من جوه اللي هي السبحة. اسمها السبحة الرقمية، السبحة الرقمية والأذكار.
وفانوس الصغنن ده بصراحه انا يعني انا فتحتها وريتها لكم، وحابه ان انا عنها يعني ذكرى كده بنفس كل حاجه. فطبقتها وحطيتها، نحطها مع بعض كده على الارفف زي ما هي، حابه شكلها كده، وحابه ان هي تكون هديه تذكاريه يعني. انا بحب قوي الهدايا اللي هي بتبقى بمناسبه رمضان، بمناسبه العيد، الحاجات اللي هي ليها اثر دي، واللي ليها وقت معين، بحبها قوي. فانا حباهم وشكلهم حلو قوي على الارفف، وكل شويه اقعد ابص عليهم، احبهم جدا. ده انا بوريكم ان انا اصلا لمعت بقى مع نفسي، لان ما فيش ميه وما فيش كانش فيه نور، كان لسه النور بيقطع يعني. فيا دوبك انا لمعت كده مع نفسي على السريع. وحاطط بقى الحفاظات زي ما قلت لكم. زينة رمضان بجد مخليه البيت شكله حلو قوي. يعني انا احب اكتر من الولاد كمان، كل شويه اقعد اتفرج عليه. بصراحه الانوار مش بولع يعني، مش بشغل غير نور واحد بس، عشان ان النور يروح ويجي ده بيوترني. فبشغل بس يعني لمبه، يعني فرع واحد بس شغله كده، واقعد اتفرج كده على الاشكال والرسومات. لا جميل قوي. احنا بقينا كلنا كده في اجماع ان الناس كلها بقت بتعلق كل الزينه جوه البيت. كنت عاملة اليوم ده شوربة عدس. انا اصلا يعني لولا الناس اللي مسؤولة في رقبتي زي ما بيقولوا مكنتش طبختها. وقبل رمضان ما بنطبخش، وبعد رمضان هو اول يوم بناكل كويس، بعد كده ناكل بواقي الاول يوم اسبوع. كنت عاملة بقى سمبوسة وشوربة عدس وبطاطس، وكنت سايبة شوية جبنة كده، ميكس جبن، عشان اعمل فيهم بيض. ده طبعا بالليل 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 خالص، عشان مفيش ميه طول النهار. فبسيب كل الغسيل بتاعي بالليل. وكنت كمان عايزه ان انا اسيح سمنه عشان تنفعني طبعا في الحلويات بتاعه رمضان وكده. ده وش لبن بحوشه وبقعد كتير سنه سنه احوش بقى عشان شهر رمضان. فانا بشغل في ناس بتضربه وتقلب وحاجات من كده. لا انا يا دوبك بس بسيبه بس يفك من الفريزر، واقوم حاطه كله في الحله، هي حله تيفال يعني حاجه مش بتلزق، عشان تبقى سهله التنظيف شويه. واوطي عنها النار في الاول، وبعد كده اعلي النار بقى لحد ما تبقى شفافه زي ما انتم شايفين كده، تدينا اللون الشفاف اللي هو خلاص بقت لون السمنه. اطفي عليها واسيبها تهدى خالص، وابدا ان انا افرخها. بس انا كنت مره عملت حركه يا بنات لقيتها جميله قوي. كنت بسيح سمنه، وكنت جايبه سمنه يعني عاديه، بس هي بتبقى برضو ريحتها حلوه. فقمت قلت ايه، اما احطهم كده على بعض، السمنه بقى اخدت كلها طعم السمنه البلدي، كانت رهيبه جميله جدا، وزودت الكميه. وانا عملت كده برضو المره دي، بعد ما خلصت وطلعت السمنه بتاعتي، قمت حطيت عليهم بقى سمنة من العادية، اخدت كلها نفس الريحة، بقت كلها ريحتها سمنة وجميلة وفكرة حلوة، وزودت معايا الكمية يعني كويس جدا جدا، وما ضيعتش ريحة السمنة ولا اي حاجة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب ويكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير.